بيان إلى الرأي العام في ظل التحديات المتسارعة التي تمر بها المنطقة وما يرافقها من تصاعد في العنف والنزاعات التي تطال النساء بشكل مباشر. يؤكد مؤتمر ستار لبنان أن حق المرأة في الدفاع عن نفسها ومجتمعها هو حق مشروع تكفله المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، خاصة عندما تكون النساء والأطفال في طليعة الفئات المستهدفة. لقد أظهرت التجارب خلال السنوات الماضية أن المرأة لم تكن مجرد ضحية، بل كانت شريكة أساسية في حماية المجتمع، حيث قدمت نماذج متقدمة في الصمود والمواجهة. وكان من أبرز تجارب وحدات لحماية المرأة ياباجي، التي لعبت دورا محوريا في تصدي للإرهاب وحماية المدنيين وتعزيز القيم الحرية والمساواة. وانطلاقا من ذلك نؤكد دعمنا الصريح لوحدات حماية المرأة ياباجي، ونشدد على ضرورة أن تكون جزءا أساسيا من أي اتفاق مستقبلي مع حكومة سوريا المؤقتة، بما يضمن الاعتراف بدورها وتضحياتها ويحفظ خصوصيتها قوة نسائية منظمة، ويصون هيكليتها واستقلاليتها ضمن أي إطار وطني جامع. كما نرى أن تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات الأمن والدفاع هو مدخل أساسي لبناء سلام عادل ومستدام، ونؤكد أهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققتها النساء وتطويرها بما يكرس المساواة والعدالة. وعليه ندعو القوى النسائية والديمقراطية والرأي العام إلى الوقوف إلى جانب نضال المرأة ودعم دورها الريادي في حماية المجتمع وبناء مستقبل أكثر استقراراً وإنصافاً. مؤتمر ستار لبنان 2 أيار 2026. جنجيانا آزادي، جنجيانا آزادي، جنجيانا آزادي. بيجي يا بجا، بيجي يا بجا.